دلوقتي انا شغال في شركه، وجات الشركه ديت قالت لي انت هتترقى من المنصب اللي انت فيه، هتروح منصب تاني اعلى. والمنصب التاني الاعلى دوت كان في واحد تاني هو اللي موجود فيه بقاله بتاع 9 سنين والناس كلها بتحبه. فانا كواحد شغال في الشركه ديت وهترقى المنصب تاني اعلى، فانا موافق تمام، ما عنديش مشكله. الفكره بقى كلها، انا ذنبي ايه ان الاداره مشت الراجل اللي كان بقاله 9 سنين وجابتني انا بعمل شغلي؟ فانا ذنبي ايه ان انا اتعرض ان الناس تعاملني وحش، او ان الناس تبتدي ان هو من قبل ما اقول بسم الله يبتدوا ان هم يهاجموني؟ هي ديت كل الفكره كلها مع حوار كابتن خالد بيبو وكابتن سيد عبد الحفيظ. انا شايف ان الموضوع من وجهة نظري زيادة جدا من جزئية الجمهور. كلنا بنحب كابتن سيد عبد الحفيظ، وانا واحد من ضمن الناس اللي مش راضيه ان كابتن سيد يمشي. انما لو هوجه لوم او هوجه عتاب او هسأل في الموضوع او هبقى متضايق من الموضوع، مش هتضايق من خالد بيبو، هتضايق من اداره الاهلي ان هي خدت قرار زي دوت في راجل كان محافظ على الدنيا من اللي احنا شايفينه وبقاله فتره كبيره وعارف كل حاجه. بس مش هعرض خالد بيبو لكميه الانتقاد وكميه الانجري اللي بتحصل عليه في كل البوستات اللي بتنزل في اي صوره ليه. الراجل ملوش ذنب. طبيعي ان انا اول ما هاجي في المكانه اللي انا جيت فيها ديت، طبيعي ان انا هاخد وقت عقبال ما ابتدي اشوف الدنيا عامله ازاي هناك، عقبال ما ان انا افهم الدنيا في المنصب الجديد. اسلوبي غير اسلوب كابتن سيد، غير اسلوب اي حد تاني. الطريقه بتاعتي والتعامل غير اي حد تاني. الفكره كلها ان الموضوع اتحول ان من ساعه ما كابتن خالد بيبو جه، ان الناس كلها خلاص شايفه ان دوت وصل كل حاجه. وكابتن سيد عبد الحفيظ موجود كنا بنخسر بطولات، كنا المستوى كان بيتهز. فكابتن خالد بيبو اول ما جه، اول بطوله خسرناها انت السبب، تاني بطوله خسرناها انت السبب. في ايه؟ اللي هو الناس بقت بتتعامل مع الموضوع. كابتن خالد بيبو ده انا حاجه واحده اللي انا عارفها عنه، كأنا في السن اللي انا عشته وعلاقتي بالكوره، خالد بيبو وبيبو والجون وبيبو وبشير وماتش الستة. بعد كده اللي انا عرفته ان خالد بيبو كان موجود في قطاع الناشئين وماسك قطاع وكده. فانا ما شفتش من الراجل ده حاجه وحشه. فايه الفكره ان انا اول ما اشوفه في المنصب ده ابتدي هجوم 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 وضغط، واحمله ليله مش ليلته، واحمله كل حاجه مش بتاعته هو. الناس بقت بتتعامل ان انا شفت البوست دوت معمول عليه انجري هعمل انجري. فكره ان انت تشوف بوست بتاع كاس العالم اللي هو نازل يعاين الارضيه، الناس كلها انجري 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 انجري. في ايه؟ في ايه بجد؟ بعد ما الاهلي فاز على الاتحاد برضو البوست معمول عليه انجري، خالد بيبو الوحيد اللي معمول له انجري. وبكتب له في كومنتات اجازه من الانجري النهارده شويه. ما هو الراجل ده كل الناس، كل لعيبه الكوره، كل الناس الاداريين كده بيتابعوا السوشيال ميديا، فهو بيشوف اكيد الصوره بتاعته عامله ايه، بيتابع البوستات الناس بتقول عليه ايه، ولاده اكيد بيشوفوا. فايه ذنب الناس ديت ان انت تكون سبب ان انت تضايق واحد زي خالد بيبو، تضايق ولاده وهو ما عملش اي حاجه؟ هي ديت الفكره. فان احنا كجمهور اهلي بتتكلم دايما من منطلق ان اي حد موجود في اي مكانه انا هدعمه. انا لو مختلف مع كولر انا هدعم كولر. انا لو مختلف مع مثلا الشناوي في كذا حاجه، بس انا هدعم الشناوي، هدعم اي حد يلبس التيشيرت بتاع الاهلي. ايه بقى كميه الانتقاد وايه كميه ان انا امشي من غير ده؟ اللي هو انا همشي، انت منزل بوست معمول عليه 100 رياكت بيضحك، فانا مش ما ضحكتش، بس انا هعمل زي ما الناس عامله. معمول 100 رياكت انجري، انا هعمل زي ما الناس عامله. موضوع انا شايفه اوفر. لان انت بتركن ده وبتتعامل مع الناس، مع اللي هو عارف اللي هو التيار بتاع الحياه. خلاص انا بقيت اشوف كذا اعمل كذا، اشوف كذا اعمل كذا. فدوت انا بشوفه غلط، وديت وجهه نظري. انا عايز اسمع وجهه نظركم انتوا تحت في الكومنتات. الموضوع ده كنت عايز ان انا اتكلم فيه، وشايف ان الموضوع دوت بقى اوفر بصوره كبيره، والراجل ملوش ذنب. الراجل فعلا ملوش ذنب. قلت لك كلنا زعلانين ان كابتن سيد المفروض يبقى موجود، بس انا شايف ان خالد بيبو، حتى لو انت تختلف على شخصيات اللي احنا لسه ما شفناش حاجه، انت بتتكلم ان هو كابتن سيد عبد الحفيظ شخصيته قويه، كابتن خالد بيبو شخصيته عاديه. ما هي شخصيات. المنصب ده بيحتاج شخصيه قويه، انما ممكن يبقى شخصيته هاديه بس يعرف يدير الدنيا. وممكن يكون شخصيته باينه لك اللي هي هاديه، انما هو في اوضه اللبس مع اللعيبه ليه قرارات تانية. الاول لما كان كابتن سيد عبد الحفيظ هيوقع غرامه على حد، عقوبه على اي لاعب، تلاقي كل الكومنتات وكل البوست لاف لاف لاف. اول ما تلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ لما وقع كابتن خالد بيبو لما وقع عقوبه على قفشه، الناس كلها بتضحك. طب انتوا عايزين ايه؟ انا عايز اسمع وجهات نظر
تحت في الكومنتات لو ناس تتكلم فعلا من هنا وتتكلم بجد، واسمع وجهات نظر مختلفه ونتناقش. بس هو دوت اللي عندي في موضوع كابتن خالد بيبو.